طبعا شم النسيم عندنا مختلف بالشكل الجميل ده كده. احنا طبعا قاعدين في البلكونه وبنعمل المشويات ديت، الكفته والبصل. طبعا المشوي ده بيبقى رهيب، ممكن تشوي فلفل، ممكن تشوي طماطم، اي حاجه بتحبيها بتشويها عادي، اي خضار. طبعا معانا كمان هنا الفراخ المشويه على الفحم. ده اليوم بتاعنا، ده شم النسيم عندنا مختلف. مش كله طبعا بيحب الفسيخ، ومش كله بيفضل اكله في نفس اليوم. فاحنا حبينا نخالف بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. طبعا مش ديت كمية الكفتة بس، شايفين الجمال، شايفين لون الفراخ، شايفين اللون الذهبي الخطير ده. الريحة مش عايزة اقول لكم على الفحم رهيبة رهيبة رهيبة. شايفين بقى الكفتة وجمالها، حاجة كده جميلة قوي قوي. طبعا كلنا بنعرف نتبل الكفتة، كلنا بنعرف نتبل الفراخ. طبعا تسييخ على السيخ مش صعب بالنسبة لنا، اي حد بيحب يتعلم بيتعلم. ولو حابين الطريقة ممكن تكتبولي في الكومنتات وانا اعمل لكم التتبيلة عادي بتاعت الكفتة والتتبيلة بتاعت الفراخ، واوريكم الطريقة بتاعت التسييخ برضو سهلة جدا. طبعا الشوي في البيت بيبقى احلى الف مرة من خارج البيت، بيبقى فيه فرحة كده ولما للولاد وطبعا الريحة بقى بتاعت الفحم دي في البيت بتبقى جميلة قوي. الفيديو بتاعنا النهاردة مميز ومختلف، بيعبر عن شم النسيم بيوم مختلف ويوم مميز ويوم جميل. وطبعا كل سنة والإخوة الأقباط بخير.